في الفيديو ده هقول لكم احلى طريقه تعملوا بيها فتة شاورما سهله ولذيذه وبسيطه، واحلى كمان بتاعت بره. لو اول مره تشوفوني فانا روضه، ويلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجه عندي هتبل الفراخ. انا قطعتها مكعبات كده، حطيت عليها عصير ليمونه كامله و3 فصوص توم مفرومين ناعم، حطيت كوبايه من الزبادي، وحطيت التوابل اللي هقولها لكم: ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وخلطه السبع بهارات، وفضلت اقلب فيهم كده. تقدروا تسيبوا التتبيله دي 3 أو 4 ساعات تعملوها وتروحوا تحضروا بقيه الحاجات براحتكم. انا سبتها على جنب لغايه اما اكمل بقيه الحاجه. حطيتها بقى في التلاجة، وبعدين رحت احضر العيش. عندي عيش شامي مقطعاه مربعات زي ما انتوا شايفين كده الحجم ده، ممكن تصغروا او تكبروا بس هو الحجم ده مناسب جدا. بعدين جبت طاسة حطيت فيها شوية زيت وشوية سمنة، حطيت فيهم العيش وفضلت اقلب فيهم. مهم ان انتوا تفضلوا تقلبوا، ما توقفوش تقليب علشان ما يبقاش في حتة واخدة لون وحتة لأ، كلهم ياخدوا نفس اللون وكلهم ياخدوا نفس القرمشة. بصوا لونهم بيبقى جولد كده، وبجد بيكونوا مقرمشين جدا وفظيعة. دلوقتي بقى هحضر التومية. عندي تلت كوباية من النشا، عليها كوباية من المية، قلبتهم على البارد كده ورفعتهم على النار لغاية اما لونهم بقى شفاف، وسبتهم يبردوا تماما. لازم يبردوا تماما قبل ما احطهم في الخلاط. بعد ما بردوا حطيتهم في الخلاط، وحطيت عليهم ربع كوباية من الخل، عليهم كمان 3 فصوص توم مفرومين ناعم برضو، كوباية من الزبادي وملح وفلفل اسود. وبعدين شغلت الخلاط، وكنت بفتحة الخلاط اللي من فوق دي بضيف الزيت شوية بشوية لغاية اما يبقى بالقوام اللي عندي ده. بضيف حبة حبة، لو احتاجت مية برضو بضيف شوية، ولغاية ما يبقى بالقوام ده. بصوا بتبقى تقيلة شوية مش خفيفة، وناعمة جدا، ما فيهاش اي تكتلات. للرز بقى عندي حلة حطيت فيها شوية سمنة بلدي وشوية زيت والتوابل الصحيحة وملح وفلفل اسود وكركم وبابريكا وسبع بهارات، وفضلت اقلب فيهم لغايه ما شميت ريحه التوابل كده. وبعدين نزلت بالرز المغسول ومنقوع لمده ساعتين. ما تستغربوش من ساعتين، بجد هيطلع رهيب ومفلفل ومستوي حلو قوي. فضلت اقلب فيهم في الحله لغايه ما الرز سخن جدا، لغايه مثلا لو انتوا حطيتوا صباعكم ما تقدروش تستحملوا الحراره. بعدين حطيت ميه سخنه، لازم برضو الميه تكون سخنه جدا والرز سخن جدا. قلبتهم مع بعض لغايه ما اتشرب، هديت النار تماما، وبعدين قفلت عليه الغطا، وما افتحش لمده تلت ساعه كامله الغطا خالص. بعد كده بفتح اشوفه استوى، في الغالب هيكون استوى، ممكن يحتاج 5 دقايق كمان. للفراخ بقى طاسه سخنه جدا، حطيت فيها الفراخ مع شويه طبعا سمنه وزيت لغايه ما خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. في الغالب هي بتقعد 5 دقايق بالظبط. بعدين بقى رحت ارص طاجن، حطيت عيش وفوقيه التوميه، حطيت كمان فوقيهم الرز، وحطيت توميه تاني والفراخ وتوميه تاني، وكمان بقدم طبق التوميه ده على الاكل واحنا بناكل علشان اللي حابب يزود توميه. بصوا الرز مفلفل ازاي وخطير يا جماعه، تسويته مظبوطه جدا. هكتب لكم كمان تحت في الكابشن الرز ده خد قد ايه مني ميه بالظبط وكل حاجه. بصوا شكلها عامل ازاي، رهيبه يا جماعه، وطعمها كان فظيع بجد بجد. لازم تجربوها، هتعجبكم قوي. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم، وباي باي.